الامتحانات ايه العلاقه؟ نحن بلبنان كان عندنا حرب لما كنا صغار، فكنا دايما بنستنى انه الساعه 8 في نشره الاخبار يطلع وزير التربيه والتعليم ويقول بكره ما في مدارس، فما بنذاكر الا لما نسمع الاخبار. ولما بقى يقول عندكم بكره مدرسه، يعني عندنا الامتحان بتاع الرياضيات، فنقعد نذاكر بقى من 8 ل 10 ننام. فانا يعني يا رب تيجي في عينه، عارفه مرات كتير تعدي، يعني يقول بكره في اضراب لانه في وضع امني مش مزبوط. لما الايام دي اللي يحصل فيها انه الوزير ما يكونش هواه على هوايا وما يلغيش اليوم الدراسي ثاني يوم لانه في حرب، انا اروح المدرسه مش مذاكره. وطبعا لو انا ما دخلتش الامتحان حسقط لوحدي، انا لازم ادخل كل اللي معايا يبقوا معاكي بالظبط. فاقول ايه، ازاي احنا بنمتحن ومنذاكر ومنعيش حياه طبيعيه كاطفال لبنان، وفي الجنوب ناس بتقصف بلدي وناس بتهد مدارس بلدي ثورجيه يعني. فقال لهم احنا مش لازم نمتحن، احنا شأننا شأن اطفال الجنوب، واعمل مظاهره ونطلع. رزان كنتي ثورجيه وبتولعي البلد. بس انا عشان بس ايه ما اخش عشان كل ده تقعدي وما تمتحنيش يلغوا لنا الامتحان. وعندي هدف وكوز انه يا ما نمتحن كلنا يا ما نمتحنش كلنا. طبعا هم عندهم ظرف، طبعا ربنا يكون في عونهم، يعني بيتضربوا بالنار قذائف. وكان فعلا بيحصل بقى كده؟ كنت بتأثري فعلا؟ ايوه. ما انهي بقى فيهم استاذ هيجي يقول لي لا خش امتحني، وببقى بقى انا بقول له انت ولا بقى عندك القوميه اللبنانيه والجنوب بيقصف